السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا بقى ايه كده، ايه مشتريات الشهر. الفيديو اللي قبل ده كنت اخداكم كده معايا جولة كده في السوبر ماركت، يعني في كارفور يعني وكده. كنت رايحة بقى اجيب ايه مشتريات الشهر وكده. عايزة اقول لكم ان انا اتصدمت من الاسعار بجد. اتصدمت يعني اسعار بقت صعبة جدا 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 كمان. الاسعار عليت قوي، زادت. ما بقتش عارفة الصراحة اجيب ايه ولا اجيب ايه، مش عارفة يعني. الحاجة مثلا اللي كانت الشهر اللي فات مثلا بقد كده، بقت الشهر ده بقد كده كتير، يعني زادت قوي. كنت رايحة طبعا معايا ميزانية معينة، رايحة عارفة انا هجيب ايه بالظبط. طبعا كاتبة اللي انا عايزاه. زي ما قلت لكم قبل ما بروح، ببقى مثلا عارفه، يعني بشوف بقى ايه اللي عندي في المطبخ، عندي ايه اللي ناقص، ايه المشتريات اللي مثلا عندي باقيه من الشهر اللي فات. فما بجيبش بقى ايه يعني غيرها، خلاص يعني اللي عندي مش بجيب. الا بقى مثلا لو قرب يخلص خلاص مثلا الحاجه دي، فبضطر اجيب مثلا كميات برضو مش كتير، لان الاسعار بصوا علت قوي. ربنا معانا بجد، يا رب يهون علينا جميعا ويرزقنا بجد، يرزق كل الناس جميعا يا رب، اللهم امين. يلا بينا كده نشوف بقى ايه جبت ايه، واقول لكم بقى ايه الحاجات اللي انا جبتها المره دي. الصراحه ما جبتش حاجات كتيره برضو، يعني حاولت زي ما قلت لكم اجيب الحاجات اللي على قدي، او اجيب كمان ايه حسب الميزانيه اللي كانت معايا. بصوا ده اول حاجه، ده كيس مكرونه. بصوا انا اول مره اجرب النوع ده، مش عارفه، حتى جبت منه كيس واحد بس. اللي جربها بقى يقول لي ايه رايه فيها، يعني انا اول مره اجيبها فمش عارفه. زي ما قلت لكم حاولت اجيب ايه بقى ايه حسب الاسعار. وجبت كمان كيسين مكرونه كده اللي هو الملكه، طبعا انا مجرباها قبل كده فعارفه نوعها يعني كويس، يعني منتج حلو. وجبت كمان الزيت ده. بصوا هو اول مره برضو، يعني مش عارفه، يعني اول مره اجيبه. تمام. سعره كان حوالي عامل 60 حاجه، وستين حاجه وستين يعني. تمام. آه مش عارفة الصراحة، يعني قلت اجيب ازازتين زيت برضو كده امشي بيهم نفسي برضو. طبعا دي مش هيكفيني المشتريات دي طبعا طول الشهر، بس هو حاجة يعني اظبط بيها الدنيا وكده معايا، لان بصوا الاسعار اوفر بجد. ده نوع رز برضو اول مرة اجيبه. ما جبتوش قبل كده. ليه؟ زي ما قلت لكم كده، انا حاولت ادور او افتش او يعني اظبط ايه يعني الدنيا معايا، يعني انا زي ما قلت لكم رايحه بميزانيه معينه. فما بقتش عارفه اجيب ايه الصراحه، مش عارفه. انا قلت يعني مش هجيب حاجه وهرجع، لازم اجيب يعني حاجات مستلزمات البيت، لازم حاجات اساسيه لازم تتجاب في البيت، يعني زي ما بقول لكم كده دي حاجات اساسيه اللي هي الرز والمكرونه، دي حاجات ما ينفعش اي بيت مصري، يعني اي بيت يخلى منها. فبيني وبينكم ما جبتش كميات، زي ما قلت لكم انا كل اللي جبته 4 كيس مكرونه. جبت نوع علم، اعمل لهم مثلا مره مكرونه يعني بشاميل او اي نوع بقى، اشوف هعملها ايه. وجبت سباكيتي برضو، جبت عيار صغير، قلت لو عملت مره كشري او حاجه. وجبت الرز برضو ما جبتش كتير، جبت 4 اكياس برضو. يعني قلت بقى ايه حبه بحبه كده ايه استعملهم. جبت كمان قالب الزبده ده جنه، انا بحبها يعني الصراحه، انا جربتها كذا مره، حلوه. ده كيلو. تمام. مش وحشه خالص، انا بحب جنه اصلا. وبحب سمنه كمان جنه، يعني انا كنت رايحه اصلا عشان اجيب سمنه ما لقيتش فجبت جنه. تمام. نوعها حلو قوي، انا بحبها. وكمان جبت معايا برطمان العسل ده كده صغير. وجبت كيسين ملح كبار. زي ما قلت لكم انا ما كترتش الشهر ده خالص. وجبت حتى بصوا النسكافيه ده ما جبت منه الكيس الصغير. البرطمان برضو سعره بقى اوفر شويه، فما عرفتش الصراحه ان انا اجيبه. ده تقريبا مش فاكره الصراحه الاسعار، حتى ورقه الاسعار مش لاقياها بيني وبينكم، فمش فاكره قوي. يعني ممكن المكرونه انا فاكره ان كانت هي ب24 تقريبا. آه، الرز طبعا هو مؤخرا هو سعره عالي من بعد، يعني كان من ساعة رمضان طبعا صح. هو من آخر أسبوع كده في رمضان كان بدأ سعره يعلى. ما بين 34 35 32 كده يعني. فبرضو حاولت ان انا ايه، برضو ما اقول لكم كده ان انا ايه اشوف الحاجة اللي ايه اللي سعرها اقل شوية. جبت هنا علبة النسكافيه دي اللي هي كوفي ميكس كده، او بونجورنو، يعني هي انواع كده. بيني وبينكم بحب اجيبها ايه للولاد، بجيب علبه واحده بس. يعني كنت الاول مثلا لو بجيب علبتين او حاجه، لا دلوقتي علبه دي او دي. وطبعا بشوف يعني زي ما بقول لكم ارخص حاجه، يعني الحاجه اللي سعرها برضو ايه معقول شويه.
ساعات بيبقوا مثلا بيحبوا يشربوا النسكافيه وكده، في نص اليوم مثلا. عايزين مثلا يشربوا حاجة سخنة كده. لازم طبعا يبقى في حاجات برضو مشروبات سخنة وكده. انا هنا بحب اجيب كمان ينسون. بينفع اليانسون اصلا مفيد جدا. يعني ممكن تاخدي كده كوباية مثلا في اليوم، بيهدي الاعصاب برضو وبيريح المعدة وكل حاجة، يعني هو كويس جدا. فانا بحب ان انا يكون عندي دايما مشروبات سخنة برضو في البيت وكده. لأي ظرف يبقى مثلا يشربوا اي حاجة دافية كده تهديهم. تمام. يعني زي ما قلت لكم في حاجات اساسية لازم نجيبها. بيني وبينكم يعني انا اتصدمت، والله بجد اتصدمت صدمه كبيره جدا. الاسعار ما بقتش عارفه، يعني انا ماشيه مش عارفه اجيب ايه ولا ايه مع الولاد. طبعا الولاد بقى ماشي معايا عايزين يجيبوا حاجات. عايزه اقول لكم ان انا جبت لهم بقى حاجات تانية برضو، بس هم يعني اكلوها بألف هنا وشفا على قلبهم. كنت جايبه لهم كده اكياس مقرمشات. لو شفتوا الفيديو اللي قبل ده هتشوفوها طبعا، كنت مصوراها. كنت جايباها لهم فاكلوها وكده. كانوا جايبين برضو عصاير حاجات كده اللي هم المعلبات بقى بيحبوها. فعايزه اقول الاسعار يعني بقت اوفر قوي بامانه، مش عارفه في ايه بجد. انا اتصدمت يعني. النازله دي اللي هي بعد رمضان دي على طول، ما اعرفش في ايه اللي حصل. الاسعار زادت كمان غير ما كانت عليها. ربنا بعنا بجد جميعا وربنا يقوينا. ده بصوا دي مفارش ترابيزات او السفره، يعني الاكل وكده. ممكن تفرشيها وهم مثلا بياكلوا. ممكن وانتي مثلا بتعملي حاجه في المطبخ حابه ما توسخيش الرخامه او حاجه، ممكن تاخدي كيس كده رول كده وتفرشيه وتعملي بيه اللي انت يعني تعملي عليه اي حاجه. هي الرول هنا فيه 15 مفرش. تمام. انا جبت اتنين. ساعات مش بلاقيه طبعا، يعني ساعات يعني الشهر اللي فات انا ما لقيتوش. ساعات مش بلاقيه وكده، فلما بلاقيه بجيب منه مثلا اتنين. تمام. وجبت لهم هنا جبنه دومتي عندي دي بيحبوها. انا بجيب لهم اي نوع تاني مش بياكلوه خالص. فجبت لهم اتنين كده يبقوا عندي. وجبت انا الصراحه كيس دقيق، ما زودتش برضو المره دي. زي ما قلت لكم يعني انا حاولت ان انا المره دي يعني ما جبتش حاجات كتيره. برضو جبت لهم جبنه ابن البلد دي او ابن الولد تقريبا. برضو سعرها يعني بالنسبه للاسعار التانية او انواع الجبن التانية، هي ممكن برضو سعرها معقول شويه. في طبعا انواع تانية سعرها برضو عالي شويه، فما معرفتش. بجيب بصوا الصلصة دي أنا متعودة بجيبها. آه، دي تقريبا وزنها 2 كيلو حاجة. بصوا هوريكم دلوقتي وزنها. بصوا بدور على الوزن بتاعها، يعني مش عارفة هي 2 كيلو 2 كيلو حاجة. بعمل ايه بقى؟ بجيبها افتحها. تمام. ويكون عندي برطمانات. انا عندي يعني برطمانات بيبقى مثلا مكان صلصة قبل كده، مكان اي حاجة. بكون غسلاها كويس ومنشفاها كويس جدا. اهم حاجة تنشفي البرطمان كويس جدا من اي مية، عشان لو سبتي فيه اي نقطة مية هيبوظ لك برطمان الصلصة كله. تمام. بغسل البرطمان كويس جدا وانشفه، واروح حاطه كميه الصلصه على قد البرطمان. يعني باخد من العلبه دي كده واحط في البرطمانات. تمام. واروح حاطه فوق بعد ما اخلص اروح حاطه كده معلقه زيت. دي بتحفظ لي الصلصه، ما تخليهاش تعمل وش كده عفن يعني او اي حاجه ما تبوظ مني يعني. تمام. واروح برضو ممكن مسحه برضو الغطا البرطمان كويس، واروح منشفاه. غسلاه ومنشفاه كويس جدا برضو من اي ميه، واروح بقى مغطياه ورصاها عندي في التلاجة. هي الصراحه بتنفعني. بدل ما ببعت اجيب برطمان صغير. البرطمان دلوقتي لقيته برضو بحاجه وعشرين وصغير خالص ب23 25 انواع كده، فحرام يعني. هو برطمان صغير جدا. لا انا جبت الكبيره دي، بتوفر معايا مثلا. بتقعد اصل ما بخلص مش بخلصها كمان طول الشهر، فبتقعد معايا فتره. لان طبعا بستعمل يعني جنبها طماطم. ممكن عندي لما بحب اعمل المكرونه بيعوزوا مثلا بيعوزوها كده بالصلصه دي، فبعوزها مثلا. تمام. بعمل خضار بعمله بالطماطم، بضرب الطماطم عادي في الخلاط فبعوزها يعني. تمام. جبت هنا كمان دول ازازتين كرول ابيض يعني. ما جبتش بقى الصراحه بقيه المنظفات. انا ما جبتش صراحه المنظفات بتاعتها سعرها عالي قوي، فما جبتش يعني. دول اللي انا جبتهم بس المره دي. لسه بقى عايزه انزل برضه اجيب شويه منظفات لان انا ما عنديش. وما لقيتش يعني المره دي. انا كنت عايزه اجيب مسحوق عادي، ما لقيتش خالص. كل المساحيق كلها اوتوماتيك. فانا عايزه اجيب مسحوق عادي او في اوتوماتيك، يعني يمشي للغسال في اوتوماتيك. لقيته سعره لقيت اسعار بقى عاليه طبعا في الاوتوماتيك. يا ربنا معانا يا رب بامانه، يعني ربنا يهون علينا. طبعا انا غسالتي مش اوتوماتيك، انا في اوتوماتيك، فكنت عايزه ما لقيتش.
تمام، ربنا يعيننا يا رب كده ويقوينا جميعا. اسيبكم في رعاية الله واستنوني في